النهارده نعمل مع بعض احلى واجمل واسهل كيكه شوكولاته او جاتو شاتو. بجد حاجه في منتهى الجمال كده والحلويات. بجد بجد يا بخت الناس اللي ما بتحبش الشوكولاته في الفيديو ده، لان الفيديو ده بجد ادمان. اول ما هتجربي اول قطعه بجد مش هتبطلي ان انت تاخدي التانيه في التالته في الرابعه لحد ما تخلصي الصينيه بحالها. بجد يا بخت الناس اللي ما بتحبش الشوكولاته. بجد الطريقه دي خطيره جدا جدا جدا، وبجد هتحبيها لدرجه ان انت هتحسي ان الكيكه نفسها مش بتنزل في بطنك، لا انت بتنزل في قلبك. حاجه كده في منتهى الجمال كده، ان شاء الله هتعجبكم وبطريقه سهله جدا، وان شاء الله المكونات بسيطه خالص واكيد عندنا في البيت، لان يعتبر المكونات بتاعتنا سهله خالص ومش هتاخد منك ان شاء الله تكلفه ولا الكلام ده خالص. هنعملها النهارده بطريقه سهله، وكل ده في الخلاط كده. هنضرب كله كده خلطبيطه كده في الخلاط، وان شاء الله هتطلع معاكي حلوه جدا. بس اهم حاجه، لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نوره جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. وشكرا للناس اللي بتيجي عندي على القناه جديد، انا بجد بحبكم من غير ما اعرفكم ولا اشوفكم، بجد شكرا ليكم، انا بحبكم جدا. وكمان شكرا للناس اللي مشتركه عندي في القناه اصلا، بجد انا بحبكم جدا جدا جدا. وشكرا للناس اللي بتكتب كومنتات حلوه زيكم كده. يلا بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه جبت شفشق الخلاط بتاعي، كوبايه من اللبن دافي شويه، كوبايه من السكر، وكمان كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه الا ربع يعني ربعها ناقص، وتلات ارباع هو اللي مليان، ونص كوبايه من الكاكاو. اضربي بقى كل ده في الخلاط ونزلي الجوانب علشان ما يبقاش فيها اي حاجه كده محببه ولا حاجه، لا سكر ولا كاكاو، يبقى مكلكع. بعد ما ضربناها في الخلاط هناخد نص الكميه بتاعتنا، يعني الشوكولاته اللي احنا عملناها، الصوص اللي احنا عملناه ده، وهندخله التلاجة يبرد. جبت الشفشق بقى تاني، شفشق الخلاط، حطيت فيه نص كوبايه من اللبن، وكمان 3 بيضات، وكمان حطيت رشه من الفانيليا كده، يعني معلقه صغيره مليانه من الفانيليا. ضربت كل ده في الخلاط، ويلا بينا بقى على الوصفه التانية. جبت بوله كده، نزلت الخليط اللي احنا عملناه، كوبايتين من الدقيق، عليهم باكو بيكنج باودر او كيك شيف زي ما انت عايزه، او المتوفر عندك بمعنى اصح، بس هنا بصراحه حطيت البيكنج باودر، ورشه ملح عشان السنه. ويلا انخلي كل ده وخليها كده تاخد راحتها. طبعا انا ما حطيتش الكوبايتين كاملين، خلي بالك ان انت ما تحطيش الكوبايتين كاملين. بعد كده قلبيهم تقليبه كده، يا ريت في اتجاه واحد علشان تطلع معاكي مظبوطه باذن الله. انا بنزل الدقيق، يعني انا بخبط في ايديا التانية بنزل الدقيق من الجوانب، فبراحتك خالص وانت بتنزلي الدقيق، وفي نفس الوقت براحتك خالص وانت بتقلبي، ما تقوليش لا ده مش ملمتش، يعني لسه عايزه الحليب او عايزه لبن، يعني لا لسه شويه. فخلي بالك وانت بتقلبي، احنا عملنا لبن الحليب العادي علشان الناس اللي مش عارفه اللبن. فاحنا هنا كمان حطيت هنا كان باقي ربع كوبايه من الدقيق بس، يعني انا حطيت كوبايه ونص من الدقيق، وكان فاضل نص كوبايه بس من الدقيق، حطيتها خلاص. وظبطت الكميه بتاعتي. بصوا انا بفضل اضرب فيها كده بالمضرب اليدوي العادي. طبعا انت لو عايزه تحطيها بمضرب كهرباء زي ما انت تحبي. بصوا بقى الصوص بتاعه تقيل متماسك، يعني ايه تقيل متماسك سايل، ما يكونش تقيل مكتل في بعضه، لا. جبت صينيه وحطيت عليها زبده كده، دهنتها زبده ورشه دقيق، وعملت الطروف وعملت الصينيه بحالها، هبدتين ثلاثه كده في قلب الصينيه علشان تطلعي منها كل حاجه، كل الهواء، ودخليها بقى في الفرن يكون دافي. وبعد كده على النار على درجه حراره متوسطه برضو، ما تبقاش عاليه قوي علشان ما تاخدش منك وش حرقان. وطلعيها. بصوا الكيكه طالعه 100% مظبوطه. ما حطيتش حليب ليه، ما حطيتش لبن ليه، علشان بتبقى طعمها مش حلو خالص. نصيحه مني، اعملي الجاتو او الكيكه بالشوكولاته بالطريقه اللي انا عملتها دي، اوعي تحطي فيها حليب بعد ما تطلعيها من الفرن، بجد بتبقى عامله زي كيكه وحشه كده، بتبقى عامله زي يعني حاجه مبلوله وحشه قوي، بجد بتبقى طعمها وحش. ما تحطيش عليها حليب اول ما تطلعيها من الفرن زي ما انتم شايفينه كده. ممكن تبرد شويه، ممكن تاكليها سخنه زي ما انت عايزه، وحط عليها صوص الشوكولاته اللي احنا مطلعينه من التلاجة. بصي قطعيها بقى سلسه في بعضها كده، حاجه في منتهى الجمال. هتاكليها كده هتدوبي فيها بمعنى الكلمه. بصي بتقطع ازاي في منتهى السهوله وفي منتهى الحلاوه وفي منتهى الجمال. وطبعا انتوا شفتوا الكيكه معايا مظبوطه 100%، ان شاء الله هتعجبكم بجد هتدوقيها. وهنا بقول تاني يا بخت الناس اللي ما بتحبش الشوكولاته، لان اول ما هتدوقي اول قطعه بس كده، القطعه هتجيب التانية التالتة الرابعه لحد ما تخلصي الصينيه لوحدك، صدقني. بجد طعمها كان حلو قوي، وبسيطه خالص وسهله. ويا ريت بقى نوفر الحاجات الوحشه اللي احنا بنجيبها لاطفالنا من بره، وتعمل لها الكيكه البسيطه السهله دي من في البيت، وفي نفس الوقت حلوه جدا وطريقتها كويسه. وكمان
احنا عاملين حاجه في بيتنا يا جماعه، يا ريت نبطل اولادنا ان هم يجيبوا حاجات من بره والحاجات دي. بصوا منفوشه ازاي، بصوا نفشتها، إيه الحلاوه دي، إيه الحلاوه دي بجد. بصوا السمك بتاعها عالي جدا ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال. بصوا الحلاوه، مش مكتله ولا ماسكه ببعضها خالص ولا الكلام ده، بجد تتاكل اكل، مش عايزه انت تبطلي اكل فيها. قطعه هتجيب قطعه صدقيني، ابعدي عن الكيكه بالشوكولاته دي لو بتعملي دايت. ولو ما بتعمليش دايت وعايزه تخني، بصي كلي منها لحد ما تشبعي. حاجه كده بصوا، جاتوه جاتوه بجد، قطع طالعه في منتهى الجمال، ما فيهاش ولا غلطه، حاجه كده في منتهى الجمال. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير، وبجد انا بحبكم جدا 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 جدا.